من أيام بسيطة انطلقت أولمبياد باريس 2024 في أغرب افتتاح شهده العالم في تاريخ الأولمبياد من ساعة ما بدأت. شارك أبطالنا المصريين في أكبر بعثة في تاريخ الفراعنة بالأولمبياد، واللي بنتمنى ليهم كل التوفيق والنجاح، وواثقين إنهم هيشرفونا كلنا. وبالمناسبة دي حابين نرجع معاكم بالذاكرة ونتكلم عن 3 رموز رياضية في تاريخ الأولمبياد عمر ما العالم هينساهم، لأن إنجازاتهم ما كانش تأثيرها داخل مصر وبس. طب مين هم الأبطال؟ تعالوا احكي لكم. سنة 1926 كان في تلميذ اسمه خضر التوني في مدرسة شبرا. زمايله حطوا له حجرين كبار وزنهم 50 كيلو على عصاية مقشة وتحدوا انه يشيلهم، وفعلا التلميذ قبل التحدي وشال العصاية بالحجرين بمنتهى السهولة. كرر التجربة أكتر من مرة بأوزان مختلفة، فلقى إن عنده موهبة في رفع الأثقال في سنه الصغير، وهنا قرر انه يتمرن على رياضه رفع الاثقال في عدد من الانديه بالقاهره. وبعد وقت بسيط بدا يشيل اوزان قياسيه لدرجه ان الاتحاد العالمي لرفع الاثقال كان رافض الاعتراف بيهم، لان مستحيل حد يقدر يشيل اوزان بالحجم ده. ولكن نصيب خضر التوني كان عظيم لما جات له فرصه انه يمثل مصر في رفع الاثقال في اولمبياد برلين سنه 1936 وهو عنده 20 سنه بس، وكان بينافس 2 من ابطال المانيا. وقدر وقتها خضر يرفع 388 كيلو، حطم بيهم الرقم العالمي والرقم الاولمبي في الوقت اللي رفع فيه منافسه الالماني 352 كيلو بس. وحقق خضر ذهبيه الوزن المتوسط في حضور حاكم المانيا وقتها، وهو الراجل ابو شنب اللي مش هينفع نقول اسمه. وقام سلم على خضر وقال له مصر اكيد هتكون فخوره بيك النهارده. وامر الحاكم الالماني باطلاق اسمه على احد الشوارع بالقريه الاولمبيه في برلين. فوز خضر وقتها انتشر في العالم وعمل ضجه كبيره في مصر، وبمجرد رجوعه لمصر قام الملك فؤاد بتسليمه مكافأة قيمتها 1000 جنيه، واللي ساعتها ده طبعا كان رقم كبير. وقامت شركة التورماي بمنحه مكافأة، وهو انه يركب التورماي مجانا مدى الحياة. وفضل خضر مصنف رقم 1 في لائحة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بعد تحطيمه ل 16 رقم عالمي، وفضل متصدر تصنيف اللائحة لحد سنة 1996، وفضل متربع على صدارة اللائحة 60 سنة كاملة. وبتعدي السنين وبنروح لسنة 1984 في أولمبياد لوس أنجلوس، واللي اتصدر فيها اسم بطل مصري ما قدرش يحقق الميداليه الذهبيه. هتقولي طب وايه الانجاز في خسارته للميداليه الذهبيه؟ هقول لك الانجاز الحقيقي اللي لفت انظار العالم وقتها هو مدى شهامه وانسانيه البطل المصري محمد رشوان، لاعب الجودو اللي تم اختياره من مجله ليكيب الفرنسيه كتاني افضل مشهد اخلاقي للرياضه في العالم سنه 1984. محمد رشوان كان بطل متميز وقدر يوصل للنهائي بمنتهى السهوله، واللي قابل فيها البطل الياباني ياماشيتا واللي كان بطل العالم 4 مرات. ورغم تفوق محمد رشوان في النهائي الا انه لاحظ تاثر البطل الياباني باصابه مخليه غير متوازن، وهنا رشوان كان قدامه فرصه يحقق الميداليه الذهبيه بمنتهى السهوله، ولكنه رفض اللعب على اصابه الخصم الياباني وقلل من قوته في اللعب لحد ما الوقت يعدي عشان يهدي الفوز للبطل الياباني ويكتفي بالفضيه في مشهد انتشر في كل الصحف العالميه وخاصه اليابانيه بسبب الموقف البطولي والشجاع اللي اتشهر بيه بطلنا المصري. وفاز رشوان بجائزه اللعب النظيف وتم تكريمه من اليابان في مختلف المحافل العالمية. ولحد الآن اليابان ما نسيتش البطل المصري محمد رشوان، رمز التحضر اللي بقى أيقونة ورمز في اليابان للروح الرياضية. ولما سأل الإعلام محمد رشوان بعد المباراة ليه ما استغلتش الفرصة وفزت بالذهب، قال ديني وأخلاقي لا تسمح، عشان يكون أول بطل أولمبي يشغل العالم بأخلاقه قبل تفوقه الرياضي. ومن محمد رشوان بنروح ل 2004 وتحديدا لأولمبياد أثينا عشان نلاقي البطل الذهبي والرياضي اللي غير تاريخ المصارعة الرومانية ومسار أولمبياد بكين 2008، وهو البطل المصري كرم جابر. ولما بنقول غير تاريخ مصارعه دي مش مبالغه، لان قبل اولمبياد اثينا 2004 قررت اللجنه الدوليه انها تحط المصارعه على قائمه الالعاب اللي ممكن يتم استبعادها من الاولمبياد من اول نسخه 2008، لانهم شافوا ان الجماهير ما بقتش مهتمه بيها واللعيبه بتستخدم تكنيكات دفاعيه ممله وقتها. وساعتها بقى ظهر البطل اللي غير الموازين كرم جابر. وقتها كان مصارع مختلف، اسلوبه هجومي بدون تكنيكات دفاع، وبيتفاعل وبيرقص على البساط وبيخلق حاله مختلفه في المباراه، وبيحقق انتصارات مبهره جذبت انظار العالم كله واشعلت حماس الجماهير. وهنا قررت اللجنه الاولمبيه الابقاء على المصارعه لانها كانت نسخه استثنائيه انتهت بتتويج كرم جابر باول ميداليه ذهبيه في العصر الحديث لمصر، وفضلت الوحيده لحد طوكيو 2020 لما حققت فريال اشرف ذهبيه تاريخيه في الكاراتيه.
مش بس كده، في 2012 كرم جابر رجع من غياب طويل وحقق الميداليه الفضيه في مشاركه تاريخيه لعب فيها مصاب بدون استعدادات كامله ومع لعيبه اصغر منه ب10 سنين وانتصر عليهم بمنتهى السهوله والبساطه. كرم جابر بدات موهبته من سن ال7 سنين واستمر في الملعب لسن ال44 بعد رحله تاريخيه حقق فيها ميداليتين اولمبيتين وفضيتين في بطوله العالم للمصارعه رغم انه مر بكتير من الازمات. وبعد ما حكينا ليكم قصه 3 من اعظم ابطال مصر الاولمبيين، تفتكروا مين من ابطالنا في بعثه باريس 2024 هيكتب اسمه واسم مصر في التاريخ بحروف من ذهب ويسيب لنا ذكرى عظيمه نحكيها في المستقبل؟ شاركونا في تعليقاتكم وادعوا لابطالنا بالتوفيق.